لو الانسان هيتعامل على حسب اللي يستاهله فكلنا نستاهل الموت. فين بقى ايه دور الصليب في الموضوع؟ ليه الصليب؟ فما فيش حد غير الله يقدر يكفر عن الخطايا اللي ارتكبت في حقه، فما فيش حد مقبول امام الله بناء على ادائه. ماذا لو لم يقم المسيح من الموت؟ اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست شارك، والسلسله دي هنبقى بنتكلم عن الصلب والقيامه. والحقيقه كتير قوي كمسيحيين بنقف عند الصلب والقيامه ونحس انه احنا عارفين القصص قوي بس مش فاهمينها للاخر، واوقات كتير بنتسال شويه اسئله نبقى مش عارفين نجاوب عليها قوي او بنعطل فيها شويه او حتى احنا بنسالها لنفسنا. والنهارده هنبقى بنتكلم عن ليه الصليب، وبنتناقش مع بعض ازاي فكرة الصليب ينفع ما تبقاش قصة قديمة لكن قصة بتفرق في حياتي النهاردة. مش بس الصلب لكن الصلب والقيامة. مساء الخير يا ماركو. مساء الخير، ازيك يا كريم؟ ايه الاخبار؟ كله كويس؟ كله تمام الحمد لله. قبل كده ما نبتدي كلام في موضوعنا، عرفني عن نفسك سريعا. انا اسمي ماركو، انا صيدلي، انا بشتغل ماركتير في شركة ادوية. بس ده كل حاجة. زميل في المجال يعني زميل صيدلي. صيدلي بس مش ماركتير بقى، مدرس يعني. طب سبت حلو. الموضوع خالص. في جزء من شغلي متعلق بالتريننج، اوكي خاصة الجزء الميديكال بتاع الأدوية. اوكي طيب، قول لي كده يا ماركو، بما ان احنا داخلين على عيد القيامة، دايما في حادث بيسبق حادث القيامة واللي هو صلب المسيح وموته. والحقيقة كتير قوي بنقف قدام المشهد ده ونحس انه طب ليه؟ يعني ايه اللي وصلنا للمرحلة دي؟ ليه المشهد اللي عامل لنا مشاكل احنا كمسيحيين أوكي. مع بعض ومع نفسنا ومع ناس ليه؟ عشان نفهم ايه الهدف من الصليب، محتاجين نفهم الأول هو ايه مشكلة الإنسان اللي احتاجت ان يبقى فيه صليب. صح. لأن الصليب بيحل مشكلة الإنسان. طب محتاجين نبدأ، طب هي كانت ايه المشكلة في الأول؟ اوكي وعشان نفهم مشكلة الإنسان، يعني عايزك تخيل معايا ان انت رحت تاخد قرض من البنك، ماشي. فانت بتبدأ تسدد القرض على هيئة أقساط، كل شهر بدفع يوم قسط. واحد بتدفع القسط بتاعك. لو في يوم اتأخرت عن دفع القسط بيبقى في رد فعل من البنك، ان البنك بينزل عليك غرامة. عايزك بنفس الفكرة تفكر في العلاقة ما بيننا وما بين الله. اوكي الله في تكوين 2 لما خلق آدم قالوا ان انت تاكل من كل شجر الجنة، لكن ما تاكلش من الشجرة بتاعت معرفة الخير والشر، لانك لو كلت منها موتا تموت. فإنجاز التعبير في شرط جزائي، في عقوبة من الله وقع علينا بسبب كسرنا الوصية، بسبب خطايانا. وده اللي عامل المشكلة، ان احنا تحت عقوبة من الله بسبب خطايانا. اوكي فالإنسان لازم يموت عشان العقوبة دي تتنفذ، يا إما يبقى في حل تاني. اوكي فعشان كده لو الإنسان هيتعامل على حسب اللي يستاهله فكلنا نستاهل الموت. وكأن قصدك انه النتيجة الطبيعية للعصيان اللي حصل هو ان الانسان بما انك انفصلت عن مصدر الحياة، فانت النتيجة اللي هتروح لها الطبيعية بسبب قرارك هي الموت. فهي مش بس عقاب، هي عقاب ونتيجة فعل اللي انت عملته او للانفصال اللي انت قررت انك تنفصله عن الله. بالظبط، هما الاتنين مرتبطين ببعض. وكمان المشهد بتاع تكوين 3 ان الله واقف بصفته الحاكم الأعلى القاضي، وآدم واقف قدامه وحواء واقفة قدامه. المشهد في تكوين 3 يقرب لك فكرة الوجود في محكمة. فعشان كده فكرة ان موتا تموت مش بس نتيجة زي ما انت بتقول، لكن كمان هي عقوبة من الله او شرط جزائي، زي بالظبط البنك اللي عمله معاك لما انت اتأخرت عن سداد القسط. اوكي طيب ماشي. لحد دلوقتي عرفنا ان المشكلة انه دلوقتي الانسان غلط، ونتيجة غلطته دي انه معاقب بالموت. ماشي. فين بقى ايه دور الصليب في الموضوع؟ ليه الصليب؟ على نفس المثل بتاع القرض والبنك. اوكي انت لما بتروح تاخد قرض من البنك، قبل ما البنك بيديك القرض بيطلب منك حاجة، بيطلب منك يبقى معاك ضامن. بالظبط كده. الضامن ايه هدفه او ايه دور الضامن؟ ان الضامن بيقول
لو هو ما أنت دفعش، انا هدفع او ده اللي هيسدد المبلغ. فالضامن بيبقى مسؤول بتسديد القرض في حالة عدم قدرتك انت على السداد. اوكي. واحد الاوصاف اللي توصف بيها المسيح في العهد الجديد ان هو ضامن العهد. امم. فمعنى ان المسيح ضامن العهد فهو بيدفع اللي احنا ما قدرناش ندفعه، هو الضامن. اوكي. في الصليب احنا بنشوف المسيح هو ضامن العهد، وبنشوف كمان المسيح هو وسيط العهد، ان هو الوسيط ما بيننا وما بين الاب. طب انت شرحت لي ضامن كويس، ان هو اللي ضامن انه لما انا ما اقدرش ادفع هو اللي يدفع. اشرح لي وسيط برضو، لانه الوسيط دايما ما بيننا وما بين الاب لازم يتوفر فيه شرطين، يعني ما ينفعش اي حد يقوم بالدور ده، لان اللي غلط انسان فلازم اللي يدفع الثمن انسان برضو. يبقى انسان، وفي نفس الوقت اللي اتغلط في حقه الله. اوكي. فما فيش حد غير الله يقدر يكفر عن الخطايا اللي ارتكبت في حقه. اوكي. فعشان كده الوسيط لازم يبقى فيه شرط ان هو يبقى انسان كامل عشان اللي غلط انسان، وفي نفس الوقت يكون اله كامل لان الله هو اللي اتغلط في حقه. والوحيد اللي بيحقق الشرط ده هو المسيح، لانه اله كامل وانسان كامل. فعشان كده المسيح هو الوسيط الوحيد وهو الضامن الوحيد اللي من خلاله اللي احنا ما قدرناش نفي بمطالبه اللي هو الله او الناموس، المسيح وفى بالمطالب دي عنا. ومشكلة الانسان مش بس في الحاجات اللي عملها ان هو كسر الناموس، مشكلة الانسان كمان في الحاجات اللي ما عملهاش، انه كان مفروض من البداية يطيع الناموس. اوكي. عشان كده المسيح قام بالدورين دول، هو عاش حياة تقية، أطاع الله حتى الموت، أطاع الآب حتى الموت، فهو أتم الناموس عنا. فهو كان خاضع للناموس، نفذ الناموس للاخر، وفي نفس الوقت كده. ما كسرش بالظبط. فهو الناموس، ما خدش طاع الطاعة اللي أنا وأنت كنا مفروض نطيعها، وفي نفس الوقت دفع ثمن العصيان اللي أنا وأنت كنا مفروض ندفعه. اوكي. ده اللي حصل خلال حياة المسيح واللي حصل في الصليب. طيب لو جينا بقى نبص على حياتنا دلوقتي، حاسس انه ماشي يعني المسيح اتصلب وسدد ديون الناس اللي ما عرفتش تسددها زمان. انا بقى بعمل ايه دلوقتي؟ يعني ده يفرق لي في ايه؟ يعني كده ما عندناش ناموس خلاص، يعني احنا كمسيحيين مفيش ناموس، اوكي، مفيش حاجه بتتكسر، فانا اقدر ابص واقول لنفسي انه خلاص انا مش محتاج هذا النوع من العمل اللي بيتقولوا عليه. اللي بيخلي العمل اللي عمله المسيح لحد النهارده ساري ان اللي عمل المسيح مؤثر قبل الصليب وبعد الصليب، لان كل الناس اللي اتقبلت قبل الصليب اتقبلت بناء على الصليب اللي هيحصل كمان 2000 سنه. اوكي. والناس اللي اتقبلت امام الله بعد الصليب اتقبلت بناء على الحدث اللي حصل. صليب المسيح واقف في النص، اللي قبل الصليب بيتبرر بناء على الصليب، واللي بعد الصليب برضه بيتبرر بناء على الصليب. واحنا النهارده وقفتنا امام الله مش متوقفه او معتمده على اي حاجه فينا، معتمده على حاجه فيه. اوكي، على اللي حصل اصلا اوريدي على الصليب. فما فيش حد مقبول امام الله بناء على ادائه. اوكي. حتى الموضوع بيبان في صلاتنا، لما بنيجي نصلي ما بنقولش مثلا يا رب اشكرك لان انا قبلتك، لان انا سلمت حياتي، لان انا وثقت فيك. دايما بتقوله لأنك اشكرك انت. لانك انت عملت. اوكي. فده اللي بيخلي اللي عمل المسيح فعال لحد النهارده، وانا مفيش وقفه ومفيش دخول لمحضر الله الا من خلال شخص المسيح. اوكي. في كاتب اسمه جون بايبر، في مره كان بيصلي مع مجموعه من اليهود، هو كان زي عشاء كده يتعشى مع مجموعه من اليهود وطلبوا منه يصلي. فبعد ما صلى ختم الصلاه بتاعته وقال في اسم المسيح امين. فاليهود اللي قاعدين معاه اتضايقوا. بعد كده قالوا له بايبر احنا يعني انت عارف ان احنا مش مؤمنين بالمسيح بالشكل اللي انت مؤمن بيه، فليه تعمل كده؟ فقال انا ماليش دخول لمحضر الاب الا من خلال المسيح، ازاي ما اقولش اسمه؟ فادخلنا النهارده لمحضر الاب بس من خلال المسيح، مش بناء على اي حاجه فينا لكن بناء على اللي عمل المسيح في الصليب. طيب احنا كده عرفنا غلطتنا اوكي، وعرفنا ليه المسيح هو الوحيد اللي كان ينفع يسدد هذا الدين بشكل او باخر. حلو قوي. ليه بقى الصليب؟ يعني برضو كل ده احنا ما اتكلمناش في فكرة اشمعنى هذه الأداة، ليه الطريقة دي تحديدا. احنا اتكلمنا من شوية عن ان في عهد ما بيننا وما بين الله زي العهد اللي كان مع آدم. صح. والعهد ده اتكسر. صح. والعهد لازم يبقى له نتيجة كسر العهد اللي هي الموت. اللي هي الموت بالظبط كده. فبنشوف مثلا في تكوين 3 طاعة آدم لله بينتج عنها بركة،
وعصيان ادم لله بينتج عنه لعنه. اوكي. ففي مصطلحين البركه واللعنه مرتبطين بالعهد، بفكره العهد. عشان كده في تكوين 3 لما ادم كسر وصيه الله، الله بيقول له ملعون الارض بسببك. فبدت تظهر لغه اللعنه في الكتاب المقدس بسبب كسر العهد. الاصحاح المشهور بتاع البركات واللعنات في تثنية 28 بنشوف دايما الله بيقول لو سمعت لصوت الرب الهك هيبقى فيه بركات بشكل معين، لو ما سمعتش هيبقى فيه لعنه بشكل معين. بالظبط. فلغه البركه واللعنه مرتبطه بالعهد. المسيح في الصليب تحمل عننا اللعنه. عشان كده بنقرا في غلاطية 3 ان بيقول المسيح افتدانا من لعنه الناموس، لانه مكتوب ملعون كل من علق على خشبه. فالصليب كأداة إعدام مرتبطة باللعنة. اللي بيعلق على الخشبة هو ملعون من الله. فالمسيح تحمل عننا اللعنة، لعنة الناموس اللي كانت ناتجة عن كسرنا للوصية أو كسرنا للعهد. عشان كده الصليب برغم ان هي أداة إعدام بشعة وشنيعة، لكنها بتعبر عن حاجة، بتعبر ان دي اللعنة اللي احنا كنا نستحقها، لكن المسيح تحملها في الصليب. طيب حلو قوي. دلوقتي اللي انت قلته انه المسيح على الصليب شال اللعنة، يعني تحمل تكلفة اللعنة انجاز التعبير ومات. ليه بقى طلعت القيامة في النص؟ يعني ماذا لو لم يقم المسيح من الموت؟ كان هيفرق في ايه في الحدث اللي حصل؟ يمكن من اكتر الحاجات اللي الناس اللي مش مؤمنة بالمسيح بتحاول تعطل بيها الإيمان بالمسيح أو تحاول تهدم المسيحية هو موضوع تاريخية القيامة. أوكي. في كاتب ولاهوتي اسمه دون كارسون، مرة كان في برنامج والمذيع سأله، قال له هل النهاردة لو اكتشفنا في فلسطين في أورشليم قبر المسيح وفتحنا القبر لقينا المسيح جوه، هل إيماننا المسيحي يتأثر بأي شكل؟ فدون كارسون جاوبه قال له لو احنا النهاردة اكتشفنا القبر ولقينا جوه المسيح ما يبقاش فيه مسيحية، الإيمان المسيحي كله ينهار. أوكي. لأن إيماني وإيمانك مبني على إن القبر فاضي، إن المسيح قام من الموت. والمسيح لو ما كانش قام من الموت يبقى كل ادعاءاته عن نفسه ادعاءات كاذبة، هو نبي كاذب. لكن لو المسيح قام من الموت بجد زي ما هو قال يبقى هو الله الظاهر في الجسد. أوكي. فما فيش مسيحية من غير قيامة. وعشان كده التلاميذ كان عندهم استعداد يضحوا بحياتهم عشان يثبتوا ان ده حصل. فاكيد مش هيضحوا بحياتهم عشان خاطر كذبه. ولو كانوا عايزين يلفقوا الموضوع ما كانوش استخدموا واحده ست تبقى اول شاهده للقيامه، لان في المجتمع اليهودي شهاده الست غير معترف بيها وضعيفه جدا. فالحل الوحيد للروايه اللي رواها التلاميذ ان القيامه حصلت فعلا، مفيش حل تاني. اوكي. فعشان كده تاريخيه القيامه حاجه يعني ليها ادله كتيره جدا ومثبته، ومن خلال القيامه المسيح بررنا زي ما بيقول بولس ان اسلم لاجل خطايانا اقيم لاجل تبريرنا. فمن خلال قيامه المسيح هو بيثبت ان هو الله الظاهر في الجسد، واللي هو اللي بيبررنا بناء على عمله في الصليب. وكأنك بتقول انه في موت المسيح على الصليب احنا بنتحد بيه، وكأننا احنا كمان بنموت معاه على الصليب. بس دي مش نهاية القصة، لانه زي ما اتحدنا معاه في موته بنتحد كمان معاه في قيامته. فكأن احنا متنا وقمنا فبقى لينا حياة جديدة بشكل ما. بالظبط. والعلامة اللي بتعبر عن القصة دي هي المعمودية. اوكي. المسيح قبل الصليب اتعمد من يوحنا المعمدان. صح. احنا كتير بنشوف في الكتاب المقدس ان هو بيشير للدينونة من خلال النار، بيشير من خلال الظلام. لكن اول مرة بيربط الدينونة، او مش اول مرة، هو ربط الدينونة قبل كده بالمية زي الطوفان. صح. ان الدينونة ما جاتش من خلال النار لكن جات من خلال المية طوفان. المسيح في المعمودية هو لما بينزل في المية هو بيقول ان انا هتحمل، بيتحد بينا وبيتحمل الدينونة اللي احنا مفروض نتحملها. اوكي. لكن كمان لما بينزل في المية هو كمان بيطلع، فاحنا متنا معاه وكمان وقمنا معاه. اوكي. طيب ده بقى يفرق معايا ايه دلوقتي؟ يكون ادركت دلوقتي اني مت على الصليب مع المسيح وقمت معاه بقيامته، ده فرق لي في ايه النهارده؟ انا بشوف ان الحياه كلها بتتغير 180 درجه. اوكي. ان المسيح من خلال عمله المسيح بيغير قلوبنا، بيدينا قلب جديد، قلوب بتحبه.
عايزة تكرم الله من كل قلبها، مش كنوع من الفرض، مش كحاجة أنا محتاج أعملها عشان أبقى مقبول، لكن أنا بعيش الحياة المسيحية، بعيش الأعمال الصالحة لأني مقبول. اوكي. بولس في أفسس 2 بيقول إن إحنا عمل، لأننا نحن عمله مخلوقين في المسيح يسوع، لأعمال صالحة مش كسبق. بأعمال صالحة لكن مخلوقين لأعمال صالحة. اوكي. فهو بيخلقنا من جديد، بيغير قلوبنا عشان حياتنا بعد كده تشهد عنه. مش بنعمل ده عشان نبقى مقبولين، لكن بنعمل ده عشان احنا اتقبلنا. في الصليب المسيح اتعامل معاملة الأثمة، البار اتعامل معاملة الفجار والمجرمين، عشان الفجر اللي زي الآثم اللي زي يتعامل معاملة الأبرار. اوكي. يعني دي فكرة معزية قوي بالنسبة لي، انه لما اجي ابص على نفسي انا مش كريم اللي عايش دلوقتي بجسده، لان كريم مات على الصليب خلاص، واللي عايش دلوقتي في كريم هو المسيح بقوة قيامته. فابقى زي بقى ما بولس بيقول فاحيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. بالظبط كده. وكأن حياتي اللي جاية تبقى بتشهد عن اللي مات اصلا وقام عشاني. وده بيشجعك وانت بتحيا الحياة دي، ان انت مش بتحاول تسعى لإرضاء شخص يصعب إرضائه. كتير مننا ممكن يبقى فيه في حياته ناس حاول يرضيها بكل الطرق، لكن الناس دي صعب إرضائها. صح. العلاقات دي بتبقى صعبة جدا، متعبة متعبة قوي. وده مش نفس نوع علاقتنا بالله. الله راضي عننا في المسيح لأنه بيبص لينا من خلال المسيح. فده بيشجعنا ان انت تعمل كل اللي تقدر عليه، لان انت اوريدي اتحبيت. واعتقد زي ما كلنا جربنا ان انت تبقى موجود في علاقة مش عارف ترضي فيها اللي قدامك، جربت كمان تبقى موجود في علاقة صاحبك او زميلك هو بيحبك ومش منتظر منك اي حاجة. اوكي. فده اوتوماتيك بيشجعك، انت عايز تعمل كل اللي تقدر عليه، مش عشان هو يحبك، لكن انت عايز تعمل ده كنوع من الامتنان، لان هو اصلا اوريدي محبوب، هو حبك. وده اللي بيخليك تكمل والحاجة تبقى طالعة من جواك. وكأنه دعوة القيامة مش انه في حاجة حلوة حصلت فاعمل الحلو اللي عندك عشان تستحقها، ولكن في حاجة حلوة حصلت اديتك نوع حياة مختلف، عيش بقى بهوية مختلفة. فكأني مش بعمل عشان ابقى، لكن بعمل لاني انا اصلا. بالظبط. شكرا قوي يا ماركو، حقيقي استمتعت معاك وفرق معايا قوي انه ازاي القيامة مش بس حدث حصل من زمان، ولكن هو كمان حدث ينفع يبقى بيأثر على حياتي دلوقتي، ويبقى اكنه في دماغي طول الوقت وانا عايش، انه انا عايش والمسيح فيا يحيا فيا بقيامته. فحقيقي استمتعت معاك بالوقت ده. وانا كمان شكرا يا كريم. شكرا ليك يا حبيبي. ميرسي.